واقف فوق راسكم واكتب اسامي اللي ما يشتغلوش. ها؟ وعاك الطورية تجي في النعجة. خلي عندكم ضمير هبابي. فزاع 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 فزاع. في ايه؟ الحق امك يا فزاع. امي امك بتطلع في الروح. امي بس يما. يما ليه ما استنظرتنيش؟ ده انا ما لحقتش. حملتني لحالي ليه بس يفوتني ليه؟ عملتها فيك برضه. ليه ايه يا حرام عليك اكده كتير يا واد ما تبقاش خفيف. خفيفيه. حد يعمل في روحه مقلب انه ميت؟ برامج المقالب اللي هتحبيها دي هيجيبوا فيها كل يوم ضيف جديد، انما انت ما حدكيش غيري هتتسلي عليا كل يوم. ما انا لما احب اعمل مقلب في حد لازم يكون حد قريب عشان ما يتهورش علي. طيب يما بركة انك بخير. استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم. استنى يا واد، خير. انا كنت بشيك مع ام عبير على الواتساب، حلفت لي ان ديفيد لويس همل تشيلسي. صح الحديد ده يا واد؟ لا اله الا الله. الولايه دي انا جاي لها ومحرج عليها ما ترغيش وياكي باصل في الدوري الانجليزي. ما تخبيش عليا يا ولدي، ديفيد لويس صح همل تشيلسي؟ امر الله يما. راح باريس سان جيرمان. يا نفوخي. اقعد يما عادي، انت ست مؤمنه وخبره زين الاحتراف كده. ايه صح يا ولدي، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. صح. لفين الكتاب اللي اديتهولك عشيه؟ لسه ما خلصتوش شيء، اصله تقيل قوي. تقال 100 عام من العزله، تقال يا خيبتك. يما حرام عليك يا ريتي بدني كتب عجيبه، قلت لك عاوز اقرا حاجه مسليه، ولو فيها حاجه يعني مهمه تبقى على خفيف. طب ما تقول كده. مش خساره فيك. ايه ده؟ الخيمائي من روائع الادب العالمي، احسن ما الف باولو كويلو. دي بالعربي، ما عندكيش النسخه الانجليش؟ انا نفسي اطلع لاعب كوره. لا انا عايزه امثل. لا انا عايزه اغني ايه بس؟ انا اصلا نفسي ابقى لاعب كوره مشهور. بس يا ترى ده هيحصل؟ مش هيحصل على فكره، بس صدقني. يا ولد ربنا كتبها لك، بس الطريق مش سهل وانت قدها. المهم اوعى تيأس، ما تخليش حاجه تعطلك. هوريك حاجه عنك. ما قدرش اكمل يا عم الخيمياوي. يا لك كده الليله. استنى بس، انت ما قلتليش انت مين؟ انا خابر زين اما اكبر هبقى حاجه كبيره. بس ايه لاعب كوره. شيخ غفر. كول سنتر. عاوز ايه؟ تعالى معايا. ليه؟ هنروح البيت المهجور. انا بخاف من ايه؟ ما تخافش، تعالى معايا عشان هوريهولك. هو ايه؟ كنز. حرام عليك، انا خابر زين. انت عاوز ايه؟ اسمع الكلام، انا
هوريك الكنز اللي في البيت المهجور. ما عاوزش اشوف حاجه، ما عاوزش اشوف حاجه. فزاع 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 تعالى استنى. الكنز في البيت المهجور يا فزاع تعالى. خبريه. لا مؤاخذة يا ولدي، انت عارف ان انا عاملة دايت والنهاردة الفري بتاعي. قلت في عقل بالي فزاع اجازة لازما وحتما يروح يجيب لي الفطور اللي يرم العظم. وهيطلع ايه الفطور اللي هيرم العظم ده؟ هو انا مطلوبش منك حاجة وتنصفني؟ جايبها لي مرجريطة وسيل؟ معلش يا اصلي قلت الراجل اخبز لي اسرع بتساية عنديك. فيها ايه بس؟ اذا كنت هملتيني اخبز لك انا البتساية بيدي. كنت حفرك لك فوق منيها تمن زيتون على مشروم. طب يمين بالله كده تبقى اطعم من الكرواسون والكحك اللي هتسويه بيدك. اللي انا ما قلتلكيش مش انا حلمت حلم انما ايه؟ هو الحلم اللي عايجيلي من وانا عيل صغير. بتاع الكنز؟ ايوه. سيبك من الاحلام، انت غفير هتعيش وتموت غفير. ده انا يلا حاسس ان انا هبقى بزنس مان كبير قوي. ما خبرش في ايه، بس اول ما اقفش فلوس كتير هعرف طوالي هو البروجكت اللي هنشتغلوا عليه. عشان كده يما انا لازم اشتري البيت المهجور ده واحفر تحت منيه واطلع الكنز اللي هيجيلي في الحلم. عشان الناس تقول عليك اتجننت، عايز تشتري بيت مسكون عفاريت. وهم كده هيقولوا علي اهبل من غير سبب. بالمره ابقى اهبل ومجنون. طب يهبل يا ابن الهبله، هتشتري كيف؟ معاك حاجه؟ ده بيت مهجور هيكون بكام يعني؟ ابو العزايم بيقول عايز فيه 5000 جنيه. انا كل اللي حلتي 60 جنيه. يبقى طلع الحكايه دي من نافوخك وتعالى نلعب اتوبيس كومبليه. لا يا استني بس الله يرضى عليكي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت مش كنت مسلفه خالته يارا 5000 جنيه من يوم ما هجت على مصر من 7 سنين؟ ما تكلميها تبعتهم لنا الله يرضى عليكي. صح يا واد، انا هبعت لها واتساب واقول لها ادي الفزاع ال 5000 جنيه. عندك حق يما، حضري لي عنوان خالته يارا في ورقه وانا اقوم احضر حالي. يا ما انت كريم يا رب. إيه بس ما تمشيش قبل ما اعبي لك علبه كحك زين، ما يصحش تدخل عليهم بايدك فاضيه. كلك واجب يما يا فرج الله. الاله اللي قدامك ما يفوتك ولا اللي وراك يحصلك. ما تعوقش على خالتك، هي مستنظراك بالفلوس. انا خايف جو انسرق يما ولا توه في زحمه مصر. ما تخافش يا ولدي، لاجل ما تحقق حلمك لازم تخاطر، ولازم كمان تخلص الشندوتشات اللي عملتها كلاتي. واياك يا فزاع تمد يدك على الكحك، دي زياره ولازم توصل لخالتك صاصه ليه. انت عامله لها الكحك ده ساده؟ شوف يا ولدي، علبه الكحك دي كيف الدهن، ما هتعرفش اذا كانت الكحكايه اللي هتاكلها ساده ولا بالعجوه ولا بالملح. اتوكل وسمي قبل ما تاكل وانت هتلاقي اللي هتحبه. يلا مصر مصر واحد، مصر 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 يا ابو خالو، مصر يا قريبي. يلا مصر 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 على طول على طول على طول. طوالي مصر. اتفضل يا قريبي. يلا مصر. ترانزيت مفيش يا ولد عم. طوالي مصر. يلا مصر يا حبيبي. مصر يا قريبي. يلا تعالى مصر واحد، مصر واحد مصر. لقيت على الخاطر اللي كان في النية عشق وانا الشاطر تسهرد علي الويل ولا الجراح ولا عمري اللي راح ولا لان عيني اللي انت كسيت عليه. If not himself then he has not. صرت تغني لي وتميلي على ميلي and did it why way. ايه عملت ايه؟ ليه كده اللي عملت ايه؟ طب باقي طيب النص جنيه. معقولة يا ام عبير؟ اقول لك افتحي الواتساب عشان نكلم الواد فزاع، تقومي تلعبي انجلي بيردز. معلش يا ساره يا حبيبتي، اصلي وصلت الليفل عالي قوي. ما قلناش حاجة، اعملي باص نكلم الواد فزاع وارجع العبي براحتك. من عينيا. اقول له ايه؟ وصلت بالسلامة، طمنا عليك، ويمين الله اتوحشتك قوي.
وقولي له كمان ما تنساش تاخد صورة سيلفي مع أسدين قصر النيل. مش هرجع يعني مش هرجع، انت اللي كابس عليا ولازم ترجع. اسمع الكلام واركب عربيتك واتكل على الله. يلا يا عم انا مش رايح في حته، بقول لك ايه، هو عشان العربيه فيها اريال من السقف هتعمل لي فيها؟ انا بقول لك ايه، انا مش الجراس اساسا. انت جاي غلط، انت داخل عكسي وهو جاي صح. يا عم بلا صح بلا غلط، ما الدنيا كلها بقى. يا عم ما تزرزرنيش الله يبارك لك. بقول جنابك ايه؟ يا عم انا ناقصك انت كمان. طيب لما اقدر يا بيه نقصد الباشا. بقول جنابك ايه؟ اليافطه دي معناها اتجاه عكسي؟ اتجاه عكسي؟ دي للعربيات بس ولا البني ادمين كمان؟ طبعا للعربيات بس. يا هترجع بالذوق يا هاجي ارجعك انا بالعافيه. ترجع مين بالعافيه هلا؟ قدم الفنان الكبير حمدي الوزير عددا كبيرا من الافلام السينمائيه مثل المغتصبون وقبضه الهلال. تألق ولمع نجمه خلالهما في ادوار الشر الى حد حصوله على لقب عندي للسينما المصريه. هتتضرب يعني هتتضرب، ده شتمني بأمي يا جدعان. انا اخلاقي ما تسمحليش اشتمك بامك. انا قلت لك امك ما كانتش فاضيه تربيك. هتتضرب يعني هتتضرب، ده شتمني بأمي يا جدعان. ايه هتعمل ايه؟ والله العظيم لا جاي لك اخويا الكبير. امشي. متشكرين قوي، ما كانلوش لازمه الكلام ده كله. خابر زين يا بيه، امال ايه؟ طبعا جنابك لو عليك كنت مسحت به الارض واغتصبته مرتين. لا يا للدرجه دي، لا الكلام ده في الافلام بس. يا بيه ما تقوليش كده، ده تلاقي جنابك على الاقل وياك مطوى قرن غزال. يا راجل مطوة ايه وقرن غزال ايه؟ ده مسدس واقف طابلوه العربيه عشان ظروف الدائري بس يعني. ايوه طبعا، امال ايه يا بيه؟ لازم تامن روحك. يمين بالله يا بيه جنابك ما خبرش انا قد ايه فرحان عشان شفت جنابك النهارده. الله يخليك يا فزاع يا بيه، محسوبك فزاع، امر جنابك. اسمك فزاع؟ ايه يا بيه؟ وده من ايه ده بقى؟ ظروفنا يا بيه سمونا كده. طب بقول لك ايه يا فزاع، انا نازل وسط البلد، تحب اوصلك في اي حته؟ يبقى كتر خيرك يا بيه، يبقى الله يرضى عليك يا بيه لو خدتني في طريقك على دوار الاوبرا دي في منطقه الجزيره. اتفضل يا بيه. بلا مهدي امي اللي عاملاه. حلو قوي، الله يرضى عليك. تسلم لين امك. ولا فزاع؟ هيا بيه. امك حلوه. ليه يا بيه دي؟ عاوز مني ايه؟ ما كفكش اللي عملته في السيما. قصدي يعني حلوه زي اكلها كده. ايه يا بيه، يا ست طيبه يعني مقبوله. ابويا الله يرحمه هو اللي هيعرف صح اذا كانت حلوه ولا لا، هو اللي شال الليله واستحمل. انما انا يا بيه واكلها اللي يهمني، واكلها مغطي على اي حاجه. ايه يا بيه في ايه؟ الله يرضى عليك، شفت الجنابك ولا الشغل الاجرام ده؟ قدر ولطف يا استاذ حمدي، امنت الله انا فكرت عصابه عطارة جنابك وعاوزين يطخوك. لا مش للدرجه دي، هتلاقي الراجل صاحب العربيه حب يهوش كده بطلقتين في الهوا. صاحب العربيه؟ ليه هو جنابك سارق العربيه دي ولا ايه؟ احترم نفسك، انا واخدها تخلص حق. الحكايه ان في واحد صاحب معرض سيارات اشترى شقتي ب 300,000 جنيه، اداني 250 وقال لي بعدين اديك 50,000. شهر ورا شهر 3 سنين لحد دلوقتي، نسي انه نصب عليا. رحت له المعرض بتاعه قلت له عايز عربيه في حدود 50,000 جنيه، اداني العربيه دي. قلت له اجربها، قال لي خدها جربها، من ساعتها بقت عربيتي. حد برضك يفكر ينصب على جنابك. شوف يا فزاع، البني ادم لو حط حاجه في دماغه الدنيا كلها تطوعه لحد ما يحقق الحاجه دي. طب يا ريت يا بيه يا ريت، بس انا عاوز اعمل حاجات كتير قوي. قول لي يا فزاع، ايه يا بيه؟ ما معكش صوره؟ لمين؟ لامك. واه، ايه بقى يا سيدي الحاجات اللي نفسك تعملها؟ حاجات كتير يا حمدي بيه، بس اول هام القى الكنز. ده تاني في ايه؟ تاني ايه؟ نزلني انا الله يرضى عليك، حملني لحالي. شفت السفاله؟ ايه؟ اهي سخن التاني. هي مين ده يا امي؟ بتعمل ايه؟ ايه ده؟ معلش كنت عشطان. عشان ايه بتاع دميه العربيه؟ مش نظيف يا اخي. من جنابك. ما تتضايقش يعني ان انا عطلتك شويه يعني. جت من الساعه دي، من ايام ما اتعطلت كتير. عندك حق، طول ما احنا ماشيين صح حاجات كتير بتعطلنا مش عايزين نوصل. حاجات كده تحس انها قوة شريرة. انت فاهم حاجة؟ العربية اعتبرت ميتة.
متشكرين قوي يا استاذ حمدي على التوصيله الزين دي. يمين بالله الواحد اللي وده ما يهملكش واصل. هنتقابل تاني يا فزاع، مع السلامه. ما تيجي الله يرضى عليك من غير ما يضايقك ولا يعطلك، تيجي تخششني دوار اللبره دي، لحسن ده يبقى كليتها فنانين ومسقفين وانا خايف ما يخششونيش. اللي ممكن يحوشك عن تحقيق احلامك انك تخاف. ما تخافش ابدا. يمين بالله كل اللي قلته لي النهارده استفدت منيه، كلام موزون. احنا خبرش يقول لك ايه يا حمدي بيه؟ تقول مع السلامه. يلا بس. بألف سلامه يا بيه، في امان الله. بلا ماخذ يا بيه، بلا ماخذ. سلام عليك. السلام عليكم. وعليكم. الله يرضى عليك، ما تعرفش فين الجيارة السمنودي؟ دي مطربه دي ولا بتعزف آلة؟ لا دي زميلتك في الاوركسترا دي، هتعزف على المجشه. احنا هنتلطف بقى على الصبح. يا عم مش ناقصاك. يلا يا عم، مفيش حد هنا بالاسم ده. يلا يلا. بقول لك زميلتك، افتكر يا عم الحاج عاد. يلا السمنودي. ام بياع. وتقول ام بياع؟ انت محسسني انت بتسال على بافاروتي ولا بوتشيلي، افتكرتك بتسال على حد عليه القيمه. يا عم الحاج الملابس ساعد، عليه القيمه دي ايه؟ طب القاها فين يا راس السمنودي؟ متلقاها في التشكيليه. ايه التشكيليه دي؟ تكعيبه عنب؟ انت اهبل بقى زيها. التشكيليه دي حبيبي المبنى اللي هناك ده. ويلا بقى غور من هنا. يمين بالله لو ما كنتش بس مستعجل كنت دفنتك هنا مطرح ما انت واقف في الصندوق ده. يلا غور بقى. يلا. ولا اصلح حالك عاد. يلا غور. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي، مش عارف ليه. اتفتح يا طربانش. عارفة اطربنش؟ قلتيها كيف وانت بالجمال ده؟ انت عامله دبلاج. خبره انا ما خبرش ليه عن تونس بيكي واعزلنك من دمي وبرحت معاكي وكأنك امي. امك شحط طويل عريض وبتدور على امك؟ ليه؟ ده انا ادور على خالتي. يا ملاك يا جنيه يا ست الحسن. مالك ياض متنح كده ليه؟ عايز حاجه؟ ايه عاوزين نخش البيت من بابه. بيت الله يخرب بيتك على الصبح. هيكون بيت ايه عاد؟ بيت الدونتس. بيتكم انت يا ست الحسن والجمال، يا ملكة جمال الكون، يا ميس يونيفرسال. عبيط انت. يلا من هنا الله يرضى عليك. يلا. قلت الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. طب يمين بالله انا من اول ما شفتك قلت ان احنا التنين سول ميت، احنا انخلقنا لبعض. طب يمين بالله لو ما خفيت من قدام وش السعادي لا لم عليك امك لا اله الا الله. لا خلاص هدي خلقك عادي يا ست الحسن والجمال. انا عامشي بس خليكي فاكره نسيانك صعب اكيد ملهوش غير حل وحيد. يلا 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 انكشح. خلاص بلف. انكشح يا عيني عليك يا ولدي. الواد مديلي ياجي 20 ميزت. خير كفرنا الشر. لم استطيع الوصول الى الخالة يارا في العنوان المقصود، برجاء ارسال رقم تلفونها حتى استطيع الاتصال بها والوصول اليها. يا عيني عليك يا ولدي، يا ريتني عارفه رقمها. كيف هبعت له على الواتساب؟ كيف هفتح الفون بوك والواتساب بذات نفس الوقت؟ كيف؟ طب ما تحدد يا انت وقولي لها فزع وصل يجي لك فين. هي قالت لي انها مستنظراه في المرسح الكبير اللي جار كوبري قصر النيل اللي اسمه الكوبرا. انا هبعت للواد اقول له خليه مطرحه لحد ما تلاقيه هي. اقول لك يا زينة البنات بس القوا في نفسي. انا وقلت طير يا فزاع. يخرب عليك انت مصيبه. مالك مبحلق لي كده ليه؟ في حاجه؟ في حاجات هتنحس وما تنقلش بس انا لازم اقولها. شوفي يا زينة الصبايا، انا من اول ما شفتك هنا حبيتك. انا احبك قوي، احبك
يمين بالله هنا ولا نظره؟ ولا انت بتتكلم جد يلا؟ جد صح، امال ايه؟ انت عارف التراكم كام اللي يعمل عليا النمره دي؟ لو انت عندك فانز كتير غيري ولا ايه؟ يوهو بالعبيط، بس كلهم بق قطعيتك كده. ليه انا مش كده واصل؟ يعني ما دام قلت لك بحبك يبقى انا عاوزك تبقي مرتي طول العمر فوريفر ايفر. حلوه فوريفر دي والنعمه اشعرت. بس انا مش ضمني بقى ان انت بتحبني بجد. شوف يا زينة البنات، انا شكلي صح ما هوش مهندس بترول، بس انا خيبة زين ايه هو الحب. ماشي، يعني لو افترضنا كده ان انا قلت لك اني موافقه اتجوزك، ايه؟ هتنفذ لي طلباتي؟ طبعا، امال ايه؟ ده يبقى يوم المنى من جنيه ل 60 شنيه. لا 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 لا، انا مش عايزه فلوس. باه، امال عاوزه ايه؟ عاوزه تقدمي فلوس ايجاب. بص يا سيدي، انا نفسي الراجل اللي اعيش معاه ده يكون عارف قيمتي كويس قوي. طبعا، امال ايه؟ وعشان يعرف قيمتي لازم يبقى عارف قيمه كل الحاجات اللي حواليه وقبليها قيمه نفسه. وعشان يعرف قيمه نفسه لازم يبقى عايز يعمل حاجه عليها القيمه. ايه القيمه دي كلاتها؟ انا اتخربطت. انت غاويه تلعبي سودوكو؟ اقول لك على حاجه كده بيني وبينك، محدش عرفها واصل. انا هدور على كنز، وتوا ما اطلعه هيبقى لي قيمه كبيره قوي. مش هتفرق، المهم انك تلاقي الكنز اللي جوه نفسك الاول. الواحد مننا لما بيعمل حاجه ليها قيمه بيحس ان عليه القيمه، هو ده الكنز الحقيقي. لما تلاقيه بقى يا عم الحاج ابقى تعالى لي تاني، هتلاقيني هنا في نفس المكان. ماشي، اتفقنا، بس ما تعرفناش باسمك يا زينة الصبايا. محسوبك فزاع. انا لبنى. لبنى بالقشطه. عاشت لسام يا زينة الصبايا يا ست الحسن والجمال. لبنى بالعسل الابيض. ما تجي ناخد واحده سيلفي على السريع كده، يلا. سيلفك مين يا عم؟ يلا اتاكل. طب صوره لحالك عشان احطها على الباك جراوند تديني باور كده اعرف القى الكنز. ماشي، بس حسك عينك تفرجها لحد من زمايلك ولا تشيرها على المدعو ده اللي اسمه البوك ده. الفيسبوك؟ لا البوك ده، ايوه هو لا. ده. لا، ساعتها عليا النعمه لو بقيت مين مش هتجوزك. بشوف بقى تحترم طلباتي ولا لا. هنحترمه كل اللي هتقولي عليه يا اميره الحواديت، ما تقلقيش. صور يا ابو كده. انا هشيرها في قلبي. طب يلا. ما شاء الله تبارك الله، جميله قوي عسل. ما تجي ناخد واحده تانية بروفيل؟ ما خلاص بقى خلصنا، بتاع طلع لي باسبور. خد دي كده. أيوة. خليني اروح اشوف شغل. طيب، سلامه يا فزاع. بألف سلامه يا لبنى بالعسل الابيض. مقبوله منك. يا الميدان، كنت فين من زمان؟ اتمرني زين يا وليد، بدل ما اقعد اغلبك بالضربه القاضي كيف كل مره. ما تردي يا فزاع يا ولد. ايه يا يما، تو ما افتكرتي اتسحلت في التنس. خالتك يارا تليفونها بطاريته خربانه بيقطع كل شويه، بس هي لحقت وبعتت لي مسج قالت لي فيها ان هي هتروح مشوار صغير، هتروح الفندق اللي جنب الكوبرا. ما قلنا الاوبرا. يا اسكتي يا وليه انت، ابني عارف السوفت وير بتاعي ازاي. Tamer, I need you to get all these flyers outside the hotel now and you need to make a new event on Facebook. اوكي تمام. الصراحة أنا ما كنت متخيلة إنه كل هالعالم تيجي على الأوديشن، يعني قالوا لي بدبي إنه حيصير هيك، بس ما صدقت إلا ما شفت بعيني. لا يا ميس نادين، ده العادي. أي برامج بتدور على مواهب عندنا في مصر بيبقى المنظر زي ما حضرتك شايفة كده. إيه يعني هلا بدك تفهمني إنه كل هول عندهم مواهب مدفونة؟ اه طبعا. طب أقول لحضرتك على حاجة، معظم الناس بيعيشوا فترة طويلة قوي من حياتهم يعملوا حاجة، رغم إن هم نفسهم يعملوا حاجة تانية خالص. أوه ماي جاد، أنا أول مرة بلاحظ هالشيء. أنا مثلا بشتغل بروديوسر، بس لو سألتني عن جد شو بحب أشتغل، بقول لك بحب أكون صايعة. طيب اكسكيوز مي، انا بقى عشان ها؟ جو تامر جو. لا اله الا الله. الفندق. ايه ما عملتش حاجه انا. العلبه ليه عملت ايه؟ جهازيه ده الله يرضى عليك يا فين؟ اتفضل من هنا. ايه بيع عم اهلك يا بيه.
ايه ايه يا بيه في ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه الزقه دي؟ ايه هي لزقه طبيه؟ لا يا بيه انت فكرني ايه متفيروس؟ لا يا بيه انا راجل زين وصحتي زين. بتعمل ايه يا بيه الله يرضى عليك ما تخربش العلبه. ممنوع تدخل بالعلبه دي جوه، سيبها لي وانت خارج هتاخدها مني. وجنابك تعرف كيف ان العلبه دي تبعي؟ رقمك 22 والعلبه عليها نفس الرقم برضه 22. وفليني انت ابو تريك عليها 22. اتفضل يا استاذ ما تعطلوش الطابور، اتفضل سيبني اشوف شغلي. طب ما تعرفش فين القى اسمها ايه؟ يا استاذ جوه هيقولوا لك على كل حاجه، اتفضل. اتفضل. لا صارف ومكلب بسم الله ما شاء الله. حلو اللوك كده يا معلم، عجبني اللوك كده ما تقلقش. الله يرضى عليك متشكرين. محضر ايه بقى؟ لا دي خالتي اللي محضرين لي فلوس وانا محضر لها علبه كحك. يا ابن الايه ممثل جامد، ممثل صح؟ ممثل يا عم هنمثلوا ليه؟ يمين بالله جاي خالتي. ايه يا عم مالك قفشت ليه كده يا عم؟ بقول لك ايه عايز اسمعك حاجه والنبي، وقول لي رايك اذا كانت حلوه ولا وحشه والنبي. ولو قلت لك عفشه هتعمل ايه؟ هقولها برضه بس عايز اسمعها لك بس. هتغني هنا؟ يا عم والنبي وانا هقلع عملت يا عم والنبي اسمعني بقى. قول يا عم خلص. انا كنت فاكر انها بتحبني من قلبها، انا كنت فاكر انها بتحبني من قلبها، لكن الخيانة في طبعها، لكن الخيانة في طبعها. ما أنا قلت لك يا قلبي سيبك منها، أنا قلت لك انساها وابعد عنها، تخدع عيون اللي يقرب منها ويتوه ما بين بحور هواها وحسنها، وبانت حقيقة أمرها وكرهتها. إيه رأيك؟ ضيف ايه؟ وانا كنت بوضب الشقه في الاغنيه يا عم والنبي بقى. ده انت دهملتني يا عم الحاج. عجبتك يعني والنبي؟ ايه صح. فزاع كيفك؟ unbelievable فزاع كيفك؟ نادين نجم الدين. I miss you so much يا فيزو. ثانك يو. برافو انك سجلت حالك بالمسابقة. I know you have a great voice. اكيد حتنجح. ليه مسابقة ايه؟ انا اساسا جاي لخالتي. بعدك مثل ما انت بتفقع ضحك. هلا انت ما بتعرف انه هيدا الطابور من شان لجنة تحكيم لبرنامج سوبر ستار؟ يمين بالله ما خبرش حاجة، ولو كنت اعرف ان في مسابقة من اصله ما كنتش قدمت. ايه بس فزاع حبيبي يعني انت هيك متسابق وبعدين يعني حرام تضيع هالفرصة من ايدك، وبعدين لما الحظ يجي يطرق على بابك عشان يساعدك انت كمان لازم تساعده، اوكي حبيبي؟ ايه ضايع عليك عيب كده. بقول لك ايه نادين تعالي بس، تعالي يا حبيبتي اتفضلي ما توقفش حد مكاني دقيقتين وراجع. ايه بلا ما اخده يعني كلمتين عن الانفراد عشان العالم ده. خبرك ايه يا نادين؟ عمالة تقولي حبيبي قدام الخلق. حبيبي كيف؟ وانت اديلك سنتين اهي ولا حس ولا خبر. هو فات سنتين؟ I'm so sorry يا فيزو. I know I broke your heart. هو انت كسرتي ما يهرتي وبس، ده انت دشدشتيه. ليه يا نادين؟ ده انا حبيتك قوي. ليه عملتي فيا كده؟ ليه قلت لي عشقك بجنون؟ ليه تخدعني وليه بتخون؟ ليه؟ انت غلطان فزاع، يعني انت بتعرف انه انا وحده مجنونه، بعدين في وحده عاقله بتحب واحد مثلك؟ مش قصدي ثرو فيسبوك، يعني انت ببلد وهي ببلد، هي شيء وانت شيء يعني. ايه ما هو الحب ما يعرفش المستحيل. هذا لما يكون حب حقيقي وفي تواصل حقيقي وفي احلام مشتركه، مش عشان وحده عملت لك لايك او كومنت على الفيسبوك يعني خلص واقع بغرامك. بعدين سوري انا هيك كل شهرين كنت بحب اتسلى مع واحد على الفيسبوك، قبلك كنت بحب واحد صيني وهلا بحب واحد نيجيري. ايه كاس العالم اللي هتلعبي فيه ده؟ ركز بليز فزاع بالبرنامج. اذا كسبت بالمرحله الاولى حتاخد $200 which is about 1500 جنيه، واذا كسبت بالفينال حتاخد سياره بتسطل. ايه يعني انت شايفه يعني ان ده برنامج يعني كيف عرب ايديا لسه فويس؟ اكزاكتلي. اوكي.
لاجل خاطر عيونك نخشوه. يس ثانك يو فزاع بيست اوف لك I'll see you. ايه دي؟ مجنونة صح. بقول لك ايه يا عم، عندك الريح هنا من المقام، يطلع من المقام اللي اسمه ايه ده الحجاز. مش قلت لك صوتك وحش؟ انزل انزل. والله حلو انزل. والله حلو. تقول لي بغني، بتغني ايه؟ يا عم امشي. يلا يا عم امشي. الرقم 16 خلص، اللجنة مانا مبسوطة أبدا. مين؟ فزاع؟ دي هتبقى فقرة كوميدية، لازم تحضروا. بعرفه من زمان، تعرفت عليه على الفيسبوك، ليك قال له يجي الله يوفقك. خلاص جيت من بدري، واقف وسمعت كل حاجة. فزاع أنا قصدي إنك تعمل جو لذيذ. لعلمك أنا المفروض دلوقتي أمشي، بس ما امشيش. خبرة ليه؟ عشان اللي ما يعرفش قيمتي صح يعرفها زين. ودلوقتي طيب كتير منيح، ليك روح على الستيج وعرف عن نفسك، وبعدين مع الدي جي غني اللي بدك اياه. اوكي؟ اوكي. اسمي فزاع وهدان فزاع 22، والنيك نيم فيزو. بقول لك يا فيزو، انت في فريق وش؟ ما تشوف لنا عم حمدي كده، مفيش حاجة. انت شبح يا فيزو، أمشة صوتك مزجزجة، بتصد معاك، عاملة زي لا مؤاخذة كده رفاص الشيشة لما تقرط عليه. ايه مفيش حاجة؟ خامة صوتك لا هسخية ولا مزجزجة، محيرة. بالك انت لو معايا في فريقي اخليك تبلبط في الفن زي السمكة دي، وانا هخليك تحلق في سماء الفن زي سبايدر مان. بقول لكم يا رجاله، فزاع ده يهمني، يعني من الاخر هيبقى في فريقي. جرى يا عم حمدي، وانا كل ما اضم واحد لفريقي تدب عينك فيه؟ طب ان شاء الله اللي ياخده غير يدفعه. لا تقول لي حمائي ولا زيزو، فريقي هيكمل بفيزو. بقول لك يا عم حمدي، هو لا يمشي معاك ولا يمشي معاهم، نجاحك هنا. اسمع بقى انت وقاله، اللي معاه كلمه يلمها عشان المسابقه دي تتم على خير. انت مفكر نفسك هتتني؟ لا بقول لك كده، انا بالصلاه على النبي بتكرع صح. طب بقول لك ايه، تعالى بس ما اقول لك. عادي ما جيش ليه؟ لا ريحتك وحشه قوي يالا. بقول لك ايه، انت اخر مره استحميت فيها امتى؟ لا ما تذكرش يا استاذ حمدي. بقى انا افكرك بقى، امسك اضرب اضرب يا استاذ حمدي، لو كان ده هيريحك. امسك يالا. انت زي ابويا برضك. جرى يا عم حمدي، انت فاكر نفسك لسه جامد ولا ايه؟ لا ده انا ممكن اخليها تعضك. هي اللي تعضني يالا. انت اسمك ايه يالا؟ فورتيكا. فورتيكا؟ لا فورتيكا ما تخافش، انتوا اصل لسه صغيرين كده وكتاكيت، ما اتفرجتوش على الاعمال اللي انا عملت فيها الصح. ها؟ اوعى تكون فاكر ان شغل المؤثرات الصوتيه وتكسر الفوم والجو ده هياكل معايا. لا انت ما سمعتش مهرجان شخلله وبلبله؟ هو انت بقى الرايق بتاعهم قوي بتاع شخلله شخلله وبلبله كنت رميني وتيوا شخلله ها؟ شخلله وبهلله. انا بقى اوريك الشخلله. الشخلله اسمع اخوي اسمع. ايه يا استاذ حمدي عملت ايه؟ فزاع عايزك تعالى. عاوزني ليه يا حمدي بيه؟ انا عملت حاجه. تعالى بس يا فزاع هقول لك على حاجه بس. ما تغتصبنيش، الله يرضى عليك يا حمدي بيه، انا عملت حاجه يا استاذ حمدي. انا بحب جنابك ليه كده؟ يا راجل اغتصاب ايه وبتاع ايه؟ انا عازمك على الغدا. ما جعانيش، انا ما عاوزش اكل. لا بس لما تشوف الاكل نفسك هتتفتح وهتاكل يعني. طب والاساتذه الفنانين دول اللي جنابك قتلتهم. ايه ده؟ ايه الوكل؟ هتاكل ده كله يا فزاع؟ ايه يا بيه، هو الاوبن بوفيه كده هنحط كل الاصناف، ولا يعجبنا ناكله منيه، واللي ما يعجبناش هنرموه. لا يا فزاع لا، انت تحط في الطبق اللي يعجبك وبس. انا عارف كيف الاكل هيعجبني. ايه هنضرب الودع ولا ايه؟ تمشي ورا العلامات يا فزاع. ايه علامات ايه؟ طول ما انت ماشي في الحياه هتقابلك علامات تدلك على الطريق الصح. يعني مثلا الاوبن بوفيه ده، بص على الرز محدش هو ناحيته عشان وحش، ما تجيش جنبه. تحط في الطبق المكرونه بالبشاميل، انت شايف ان المكرونه كل ما بتخلص بينزلوا غيرها. وبعدين تخش على الكفته، تقف تاخد دورك، ما تزهقش يا فزاع عشان تاكل حاجه
وسخنه وحلوه. هو بلا مؤاخذة جنابك يعني مبسوط حبتين؟ طبعا مبسوط، مبسوط بوجودك معايا. الله يرضى عليك. لا قصدي يعني شارب حاجة كده ولا كده؟ فزاع انا ما بشربش حاجه ابدا. اصل جنابك يعني بلا مؤاخذة يعني دي اوبن بوفيه اوبن. يعني ما يستاهلش التحليلات الاستراتيجية دي كلاتها. مستر حمدي، الشباب فاقوا صاروا جاهزين، اذا في مجال بس ترجع على الشوتينج روم عشان حنكمل التصوير كمان شوي. انا كنت خلاص خلصت وهقوم، بس ابقى فكريني اديلك رقم تليفوني مشان تحكي معايا كتير، ها؟ بدل ما تقعدي تدوري عليا وتتعبيني. اوكي نادين؟ اوكي. مش هتيجي؟ لا جايه، بس هقول كلمه صغيره لفزاع وهلا بالحق. اوكي. في امان الله يا بيه. انا في انتظارك هنا. اوكي؟ اوكي. الف سلامة يا حمدي بيه. في امان الله. اقول لك ايه، الاستاذ حمدي الوزير ده فنان كبير، ما تقلقيش منيه، وطول ما عملكيش الحركه دي اطمن انت في امان. فزاع I'm so sorry على الكلام البايخ اللي قلته عنك. انت عن جد انسان طيب وعن جد بتضحكني، بس انت منك طبيعي ومنك عايش بالواقع. معلش يا ست الناس، يا ما دقت على الراس طبول، انا ما ازعلش منك واصل. Thank you فزاع، you're my best friend. هول $200 انت كسبت بالمرحله الاولى. ما تخلي طيب. لا اخلي ايه، انت عملت مجهود كبير. فزاع لازم تكمل للفينال عشان انت فعلا موهوب وفعلا انسان رائع. اوكي؟ anyway I have to go عشان عندي كتير شغل. اوكي يلا باي. في امان الله. هي طيبه بس مهبوشه. 1500 جنيه وفي السوق السوداء يجي 1600 جنيه. ايوه يا فزاع يا ولدي، اعمل لي ستوب. ايوه يا ولدي، في خبر عفش. خالتك يارا جالها هبوط وهي في الفندق، شالوها زملاتها ودوها المستشفى اللي جار الفندق. السلام عليكم. ثانية واحدة يا سمسمة، خليكي معايا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه، أنا جعانة، معكش حاجة ناكلها؟ اتفضلي. هتحبي الكحك؟ أيوة طبعا. أنا الدكتور أسامة شعبان. سرعة ممكن آخد واحدة؟ اتفضلي، واحدة بس. الله، طعمه حلو قوي. الله يرضى عليك. جيب منين ده؟ أمي اللي عاملاه. يخرب بيت أمك. الله يسامحك، في إيه؟ ممكن آخد واحدة كمان؟ اتفضلي. ممكن أعرف دلوك الست أم بياع مقعمزة في أنهي أوضة؟ ما عندناش حد بالاسم ده. ممكن واحدة كمان؟ بقول لك إيه؟ قولي لي أم بياع فين ولا أعدي لك العلبة كلاتها. بجد والله؟ لا إله إلا الله. أيوه بجد. قول لي اسمها إيه؟ أم بياع يارا حسنين السمنودي. أيوه موجود عندنا هنا في العناية. العناية لا هي. لا اله الا الله، سبحان من الله الدوام، انا لله وانا اليه راجعون. انت هتطول عليها، دي بالعنايه المركزه. ايه مركزه كيف يعني؟ بينتج الخير. طب ما تقولي الاي سي يو. هات يا عم عيب بتاعتي يا عم اللي انت قعدتني فيها. فين العنايه المركزه دي؟ ايه الهوه دي؟ هنا المشرحه ولا ايه؟ قتلتيني، حرام عليك، انا عملت لك ايه؟ لسه عامل جيدة حاجة في حياتي. دم ده في رقبتي. دم مين يا ابو دم؟ ده بتادين. بتادين مين؟ مش بتادين حد، بتادين ده مطهر، بنمسح بيه الجروح. يعني انا ما انقتلتش؟ لا لسه. يا ما انت كريم يا رب. طب يا ست الناس مش تبقي تخلي بالك، هخش لخالتي كيف انا متعاصق ده. ما تزعلش مني، اقلعها وانا هشطفها لك، وعبال ما تشرب كوبايه الشاي هتكون نشفت ان شاء الله. هي فكيره زين قوي،
بس ما ينفعش، ما فيش وقت تتنفس. اصلا انا لازم اخش العنايه المركزه دلوقتي. دلوك ايه؟ العنايه المركزه دلوقتي ممنوع. باه، امال هشوف خالتي كيف؟ لما تحسن حالتها هينقلوها في غرفه عاديه، يومين 3 كده وتعالى. يومين 3؟ لا، ده انا لازم اخش لخالتي العنايه المركزه دلوقتي، اصلها شايلاني امانه ولازم اخدها منيها واعود البلد بيها النهارده. ولا يهم، ما تقلقش، انا هتصرف. كل سنه وانت طيب. هابي نيو يير. لا، كل سنه وانت طيب. اصل انا ما فطرتش النهارده لحد دلوقتي، وعايزه اجيب سندوتش زنجر سوبريم. وانا اللي مفكرك نيرس طيبه ولابسه بينك وحاجه يعني ملك الرحمه. عاوزه مقابل؟ طيب اتفضلي. ساعد خلينا اشوف. ها، كفايه عليكي اونيون رينج. بقول لك ايه، خليك هنا لحد ما اروح انشف الجلابيه واكويها واجي، وهتطقص على خالتك. لو لقيتها حلوه وكويسه هدخلك ليها من غير ما حد يحس. الله يرضى عليكي. بس اوعى حسك عينك تتكلم مع اي حد، احسن يكرشوني ويسلموك للبوليس. تخافيش، بس الله يرضى عليكي انجزي في موضوع الجلابيه لحسن الجو هنا ساقع قوي. ما تقلقش، بس ما تنساش حقي في الدريك ليه. من جنابك. ايوه. يقطع لي فلوس على عاوز يحقق الاحلام، ما قدرش يا ابوي. ايه المفرش ده؟ ربدي شامبر اي حاجه، خلف خلاف عاد عشان يدفي صح. ايه دي زين. دكتوره مروه، العمليات جاهزه. هو ايه اللي جاهزه قوي خالص؟ هو في عمليات جاهزه قوي وجاهزه نص نص؟ احنا مش ناقصنا غير الدكتور شكري. هو فين؟ هو مين؟ الدكتور شكري. دكتور شكري بيبقى البط السخنة. يا دي الحظ المجندل، هو دي وقته. مفيش موب ولا هنا. امال الدكتور اللي يحب يصرف روحه يروح فين؟ موب ولا لون ابيض قاعد تحط هنا جري الحوض، هيجرى ايه؟ البسكت دي لا ما يصحش عيب، لازم نروح عيادة بيصير قريب. ردي بقى ردي. دكتورة مروة، وصلت الحاجة؟ لسه. الدكتور توفيق تليفونه مقفول، ودكتور مراد عنده برنامج مع الشيف شربيني، ودكتورة ابتسام ما بتردش. عندها إذن الساعة 4 أنا عارف. بس دكتور عاصم قال لي ممكن يقدر يجي. كويس. بس كمان 3 ساعات. يا نهار اسود، 3 ساعات؟ ده يكون الراجل فيص. فيص؟ لا يا بابي، قلت لك 100 مرة إن أنا مش بحب السجن خالص. يعني إيه؟ مفيش حل؟ الراجل هيفيص؟ أيوه، افتكر كان في بروفيسور هندي كان جاي يزور المستشفى، لو كان وصل ممكن يقدر يساعدنا. هندي، كوري، صيني، إن شاء الله حتى تقفيل تايواني أو أي حد يشتغل في الراجل بدل ما يفيص. بقولك أنا هخش أوضة العمليات، أفتح الراجل وهو يجي يقفله. اوكي، وانا اروح اشوفه، لو كان وصل هجيبه واجي على طول. تمام. يا رب يكون جه يا رب. بسرعة. يا رب انا مش حمل السجن وبهدلته. يا رب انا مش بحب العيش ولا الحلاوه يا رب. ايه ده؟ شكله هندي خالص. بروفيسور It's a critical case, yes. Bomb and gunshot him. Bomb? Yes. Theater from here. Come. Bomb? Hurry. Yes. Come with me. Bomb? Yes. Bomb. Hurry up. Yes. It's a critical case. Save the patient, please. دكتور حازم، الدكتور الهندي اهو. Welcome, Dr. Singh. Start the patient. Yes, it's a critical case. Yes. Start. هو بيقصقص في ايه؟ دكتور ثينك. Will you please? There is a huge damage beside the liver. You know the liver? The liver, not the river. The river you can swim and fish, but the liver you can cook and eat.
Taste it, it's very good. Would you please start the patient? الراجل هيفاير. بينيل ايه جبار سنج ده؟ بينيل ايه؟ Could you start the operation please؟ بينيل ايه ده؟ يمكن في الهند بيعملوا كده. انت بتعمل ايه؟ بتعمل في ترومبا؟ انا قلنا لك ان هو غرقان. لا يا مان، ولد ولا بنت؟ عليا النعمة دكتور جبار سنج ده لا فاهم حاجة ولا عارف ينيل حاجة، العملية سهلة وبسيطة وهو عمال يلغوص. طب ما تتدخل انت وتلحقه. مش لما يبطل لغوصة؟ طب احنا هنستنى لحد ما الراجل يفيص، قصدي يموت. عندك حق يا دكتورة مروة. الواحد في لحظة معينة من حياته لازم يعمل اللي حاسس بيه واللي شايفه صح، وما يسيبش الناس الخايبة تسوقه وتقول له يعمل ايه وما يعملش. لازم تستغل الفرصة دي لو عايز تبقى جراح كبير. دكتور جبار سينج، واتش اند ليرن. نشفتيها وبقت زين. ده زي الفل. انت كنت فين؟ انا مش قلت لك ما تنقلش من مكانك لحد لما اجي؟ معلش يا نرس، كنت مزنوق قوي ولازم افك حصر. طالما فكها عليك ربنا بقى فكها عليا. واه انت ما تزهقيش، فكها عليا ايه لما اشوف خالتي الاول. عندي خبر وحش. ايه ماتت؟ لا دي بقت زي الفل وخرجت من المستشفى. يا ست انت ولا يا مقربطه، العقوليه دي خبر زين. بس خبر وحش علشاني، ما انت كده هتخلع من غير ما تراضيني. اقول لك على حاجه؟ لو عملتي شغلك زين وشفتي اللي وراكي صح، ربنا ولا يرضيكي. لا والنبي. السلام عليكم. خد هنا رايح فين؟ ردي عاد. خبر ايه يا واد؟ ايوه يا يما. ما عرفاش اخد مكونات عجينة الرافيولي. هما كلمتين وعقفل طوالي. انا معاود دلوك. وخالتك اللي مستنظراك في المستشفى. هو انا بلحق يما؟ ده انا اخش لها المطرح اللي هي فيه من هنا تفط من يه كيف الفرقع لوز. هتفكرني فيلم حكايات الغريب. عيب الكلام ده، دي خالتك يعني في مقام امك. خالتي باين لي هتتهرب منينا. تف من خشمك يا جحش. طب تتهرب مني ده ليه؟ قالت لك تاجي ليه؟ انا دلوقتي يما هدايا 200 دولار. عايز 60 جنيه في دفتر التوفير، يبقى معايا حركه 1600 جنيه كمان. ديتها كم سنه ونكملوا ال 5000. جاي دلوك تجر حديت الماسخ ده ما كمل اول. كانت هتفرق ايه عاد؟ تفرق كتير. انت لما قلت لي الصبحيه انك عايز الفلوس عشان الكنز وما كنزش، انا ما كانش في بالي اياتها حاجه، لكن لما لقيتك قطعت المسافه دي كلها وجربت للدرجه دي من خالتك، الموضوع ده كبر في راسي وخلتني احلم معاك بالكنز وتخيل انا هعمل ايه. لا يا ولدي، ما تخليش اليأس يتملك منك. ربنا كريم ويحب عبده اللي يسعى لتحقيق حلم. ماشي يما، العقولي عليا، انت صح. هي راحت فين دلوقتي؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا خطوه عسيسي. الله يرضى عليك. بلا ماخدي، كنا عاوزين نخش ونسأله جوا على واحده ست هتشتغل في النظافه. انت ازاي عامل كده؟ انت مركز قوي ومساكر قوي. فصيح فصيح. انت ازاي جبت اللغوه دي بالظبط؟ جبتها منين يا عم الحاج؟ هي انا كده طبيعي. استاذ ثواني يا حبيبي، فين ولي امرك؟ فين يا عم شعبان؟ انا ادهم اكرم الششتاوي. يا وزير الصراعي. طب ما انا عارف، بس النهارده قلنا ايه؟ قلنا لازما ولابد يكون معاك ولي امرك ووليه امرك عشان النهارده مش يوم دراسي عادي. فين يا عم شعبان؟ انت عايز تضربني ولا ايه؟ اضربك؟ انت بتفتري عليا، ما تحترمني شويه. ده انا مربي شنبي عشان تحترموني. في ايه؟ شعبان، انت بتتهجم على ابني؟ والله العظيم صلب. ده انا قلت له استنى يا ادهم بيه لغايه ما والدك يجي عشان لازم تخش ميعاد التعليمات. مش كده؟ الكلام ده بجد يا حضرتك؟ انت كنت واقف وشعبان بيحاول يتهجم على ابني وابني داخل؟ ايه بيه كنت واقف؟
سمعت؟ كنت واقف. ده انت مش هتقعد في المدرسه دي دقيقه. لا، ده انا همسك من الدنيا كلها. لا يا بيه الله يرضى عليك، السلاح يطول عاد. السلاح من حديد الشيطان. امانه الله يا بيه انا كنت واقف صح، انما شعبان كان هيقول لي ولدك انه يستنظر جنابك بالذوق. ولدك هو اللي قليل الذوق. ايه؟ قصدي يعني ان ولد جنابك حصل بينه وبين عم شعبان ميس اندرستاند. سوري يا شعبان. اتس اوكي. زعلان؟ النهارده كاستم بارتي. المفروض كلنا نبقى مبسوطين. ها؟ نايس تو ميت يو مستر فزاع يا بيه، امر جنابك. فزاع. المنافسه هتبقى شرسه قوي بيني وبينك، بس خد بالك اكرم الششتاوي ما بيخسرش. ايه يا جماعه مالكم؟ ليتس هاف فن. حفله. تات تات تات. ايوه كده هو ده. لحظه من فضلك، بس لو فيها رساله مني. الموبايلات عشان دي تعليمات الاطار. الموبايلات في العربيات. الموبايلات فين؟ في العربيات موبايلات. عشان النهارده حفله. شعبان. العب بدي. انفخ انفخ. حصمر. I feel good. هو ده. يلا يا دومة. I feel good. ايه الراجل العجيب ده؟ رسل رسالة بس بحبه عشان معاه فلوس يا ما هنا يا ما هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس معلش لما تبغى يعني ما تخسنيش، عايزين الموبايل. طيب خلي بالك منه. سيبني ما تقلقش. خلي وياك العلبة دي. ما تقلقش يا استاذ فساح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله. اطفال الشوارع عرفكم صح يا بنتي. ملكيش صالح، ذنبكم في رقبتنا ورقبه المجتمع. خدي يا بنتي الله يسهلك. انا مش عايزه جنيه. ما تبقيش طماعه امال. هاتي. ده انت لسه هتبتدي في الكارير ده. ابدأي بجنيه واجرك هيزيد. يا عم انا مش عايزه فلوس. امال عاوزه ايه؟ عاوزه اخش البالماسكيه. ليه يا بنتي؟ ليه؟ هتعملي في روحك كده ليه؟ ده انت لسه صغيره على الحاجات دي. هتعملي كده ليه؟ ايه الافواره دي؟ بالماسكيه دي يعني حفله تنكريه يا سيدي. ايه تابي الولد اللي عامل باتمان وابوه اللي عامل الشوكر. هي والناس هتلبس ملون كده. والولد شعبان هيعاملني اكني بيه صح. يعني انت مش بيرنت بجد وعمل كاركتر واحد صعيدي؟ امانة الله انا لا بيرنت ولا بيرم. انا صعيدي صح، وكنت جاي لخالتي هنا هاخد منيها امانه. وخالتك دي بقى بتعمل ايه في المدرسه بتاعتنا؟ خبرك ايه يا بنت؟ انت هتقعدي تاخدي تدي ويايا ولا ايه؟ عشان هتشحت الجار سور المدرسه هتعملي فيها ستيودنت. انا ستيودنت غصب عنك، ودي مدرستي. انا اسمي لارا محمود حسين وفي سنه 5، واللي انا لابساه ده عشان البارتي اللي جوه. ده كاركتر اوليفر تويست. مش دي اللي هنسجوه في الشاي؟ سجوه في الشاي ايه يا عم انت؟ مش موضوعنا دلوقتي. امال ايه اللي موضوعنا يا حاجه روله؟ لارا وبلاش قلش على الاسم عشان حافظه كل السخافات اللي بتقولوها دي. لارا ولا صفاره؟ لارا ولا سناره؟ اهدي عاد الله يرضى عليك اهدي عاد. انا اساسا امي اسمها ساره وخالتي اسمها يارا. يارا ولا طياره؟ لا ده انت عندك عقد وكلاكيع وهتطلع يقرفك علينا. سوري خلينا في المهم دلوقتي. انت داخل وانا كمان عايزه ادخل، بليز دخلني معاك. وانا مالي؟ انا ماليش صالح. ما تخش ويا باباكي ولا مامتك. مامي راحت عند ربنا السنه اللي فاتت، وبابي وصلني ومشي وقال انه جاي بعد نص ساعه عشان عنده شغل وجاي على طول وهيجيب لبس للبارتي، وهو لغايه دلوقتي لسه ما جاش والبارتي اللي جوه دي قربت تخلص. معلش يا لارا يا حبيبتي، الله يرحم الجميع. وبعدين برضك ابوكي معذور، لازم عندك شغل مهم. المهم ندخلوكي كيف. قول لعم شعبان اني جاي معاك، وقول له انك اخو بابا. ايه الفكره دي؟ انت اسمك لارا محمود حسين وانا اسمي فزاع وهدان. خلاص قول له انك اخو مامتي. صح، فكره زينه دي. فزاع بقى ولا ما تزعش؟ طيب لارا يا بنتي عشان نحط النقط فوق الحروف، لو قلتي جلشه من دي جوه تبقي بتحفري قبرك بيدك.
مساء الخير. مساء النور يا ست الناس. إزيز فهمي مدرسة المزيكا والمسؤولة عن النشاط الفني وعن الحفلة كلها. مريان فارس هتغني ميتة. حلو قوي اللي انت عامله ده، احتمال كبير تكسب الجائزة الرمزية اللي احنا مقدمينها. رمزية كيف يعني؟ شهادة تقدير؟ لا جنيه ذهب. جنيه ذهب؟ جرام الذهب عامل كام دلوقتي؟ لا انت جامد جدا متقمص الشخصية. وانت يا لارا حلو اللبس اللي انت لابساه ده، جايباه منين؟ عملته من هدوم قديمه في البيت عندنا وخال فزاع سعيد. ايه انا خالها صح. طيب امسكي وحضرتك اتفضل الرقم ده عشان احتمال كبير جدا الناس ترشحك لاحسن شخصيه فهينتخبوك بالرقم ده 77. 77 ده بعيد قوي، ده انا على ما يجي دوري في الطابور هكون وقفت كتير. لا بجد انا اتشرفت بحضرتك. اسم حضرتك ايه؟ فزاع يا ست الناس. فزاع؟ لا انت هايل هايل. الله يرضى عليكي. يا ميس إيسيس هتضحك على كل كلمه هقولها ليه؟ ما هي ما تعرفش انك صعيدي، كانك كاركتر. اقول لك ايه، لازم دلوقتي اروح اشوف خالتي. سلام. بس بقول لك ايه، انا عندي مسرحيه النهارده لازم تيجي تشوفها. مسرحيه صح؟ هتضحك؟ يعني الاكتشافات العلميه وكده. هخلص المصلحه اللي ورايا واقضيها واجي اتفرج على المسرحيه. ماشي ما تتاخرش، ابقى اسال فين المسرح وتعالى. امر جنابك. اقول لك ايه، روحي دلوقتي انت عشان ورايا حاجات مهمه قوي. يلا في امان الله. شعبان ولا شعبان. عمر فساع بيه. فساع انت ازاي اخترت الاسم دي؟ يا عم اهلي اللي اختاروه، اللي اخترت ايه؟ فين الهوجه والزنبليطه اللي كانت هنا؟ هي الحفله خلصت ولا ايه؟ لا فساع بيه، الناس كلها راحت على المسرح. مسرح ايه؟ مطربول؟ لا يا بيه، الناس كلها راحت على المسرح. انت عندك ارسال بس ما فيش استقبال ولا ايه؟ بقول لك مرسح ايه؟ المسرح المدرسي ما مفهومي. يعني جو هنا في المدرسه. طب الله يرضى عليك، وانت قاعد قدام البوابه ما لمحت الست مليانه كده هتشتغل في النظافه اسمها مبياع. الناس كلها راحت على المسرح. بوح هيطلع فين المرسح ده؟ هوصفه لك. بص، انت هتمشي كده يجي دقيقتين وتكسر اول يمين. ايوه. بعد كده تمشي بتاع دقيقتين وتكسر اول شمال. ايوه. هيبقى 4 دقايق. ايوه. هتلاقي في وشك الواد سيسو. اعمل به ايه سيسو؟ قول له انت ازاي ما جيتش الشعبان اللي حطيته الوقت. يا عم انت هتوصف لي طريق زيزو، ايه العلاقه دي اللي مالي بيها؟ ماليش صالح. ما الواد سيسو ما بيقعدش غير قدام المسرح. طيب يا عم شعبان متشكرين، بس الله يرضى عليك بفكرك لو لمحت مبياع قول لها يا ستي فزع ولد اختك هنا، ما تمشيش قبل ما ياخد منك الامانه. انت ازاي جبت القصه؟ خلص مين يا ست الناس؟ ده في حاجه تانية، محسوبك فزاع. استاذ فزاع انت فين؟ بقالي ساعه بدور على حضرتك. خير يا مس السيس. انا كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب كده وواثقه ان انت مش هتكسفني زي بقيه اولياء الامور. عاوزه تلملي جتة اوزورياس؟ لا في ادوار بسيطه كده كان المفروض ان مدرس الالعاب هو اللي يعملها، وبعدين رجله اتجزعت فمش هيقدر يطلع على المسرح عشان يساعد الاولاد. لازم جنابك عاوزين اطلع جيرو على المسرح يتعكز عليا. عايزك انت بداله. يا مس البدل ليه يعني؟ هي ادوار مهمه للجرده دي. تعرف اي دور مهم، اي دور يعني لو بصيت لكل واحد فينا كده هتلاقيه بيعمل دور مهم جدا في الحياه بس ما حدش بياخد باله. بس يا بنت الله يعني اطلع على المسرح ليه وكيف؟ انا عاستحي. تستحي ايه يا راجل؟ ده انت ممثل هايل هايل، وبعدين الاولاد هيزعلوا لو المسرح اتلغت. يعني يرضيك؟ يرضيك يرضيك يا ستي؟ ما يرضونيش واصل، ما يرضونيش الا زعل عيال صغيره. خلاص شوفي اللي جنابك تأمري بيه، انا من يدك دي ليدك دي، امر جنابك. اعطيني اي شيء يا سيد نيوتن، انا جائعه. وانا كمان جعان قوي. يبدو ان السيد
إسحاق نيوتن يتجاهل الفقراء؟ هذا غاية صحيح، لكني مستغرق في التفكير. وفيما تفكر يا سيد نيوتن؟ أفكر في أسباب سقوط الأشياء نحو الأرض بشكل عمودي. لماذا لا تسقط جانبا أو إلى أعلى مثلا؟ سأوضح لك. نزلي مثلا إلى شجرة التفاح هذه. لا داعي لأن توضح لي يا سيدتي، لقد فهمت. ده أنا اللي فهمت. أنت جايبالي خالد ده عشان هو اللي بوظ لي المسرحية بتاعتي. الكلام اللي انت بتقوله ده يا علي، دي مسرحيتنا كلنا، وبعدين انا هعمل كده ليه يعني؟ عشان انت هتطلعي شحاته وانا هطلع عالم كبير. ايه يا عم الجو مسرطات رمضان دي هيبيعوا بيك يعني؟ يا علي خليك في التفاحه بتاعتك دي. احنا عملنا المسرحيه دي عشان نعرف الناس ازاي نيوتن اكتشف الجاذبيه الارضيه. لا هو انت يعني نيوتن بجد ولا شحاته بجد؟ ولا انا شجره بجد؟ يا عم ما تسكت بقى، ده كلام متخلف. انت اللي متخلف، انت اللي مش كويس. لا 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 يا عم نيوتن صلي على النبي قاعد. واحد الله يا لارا، يلا اتكل على الله، اقعد اقرا في كتبك سنين. خساره فيك التفاح اللي هتكتشف الجاذبيه ولا مين؟ يلا 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 بينا يلا بينا بلا شجره بلا بتاع. يلا حبيبي بلا ناس بلا ناس. أنا طبعا بعتذر لحضراتكم عن عدم استكمال المسرحية، بس بوعدكم إن إحنا هنكملها بعد الاستراحة اللي هناخدها دلوقتي عشان نعمل تصويت لأحسن شخصية في الحفلة النهاردة. الحقيقة إحنا كنا عاملين التصويت على شخصية واحدة سواء من أولياء الأمور أو من الطلبة، ولكن الأولاد اقترحوا فكرة هايلة عجبتني جدا إن إحنا نعمل جايزة لأولياء الأمور وجايزة تانية لأي طالب أو طالبة هيكسبوا. بس إحنا عندنا مشكلة، إحنا عندنا جنيه ذهب واحد بس، عشان كده إحنا الجنيه هيبقى من حق الطالب أو الطالبة اللي هيكسبوا، وهندي شهادة تقدير بس لولي الأمر. بشكركم جدا. بعد إذن حضراتكم اللي عايز يشارك معانا في التصويت النهارده هيكتب في ورقة رقم المرشح اللي هو شايفه يستحق، وهيحط الورقة دي في الصندوق ده. متشكرة. متشكرة ليك. مالك؟ ايه ما سمعتيش مس ازيس؟ عشان المسابقة يعني؟ ايوه امال ايه؟ انا قلبي من الاول حاسس انها كانت هترسي على شهادة تقدير. وهي شهادة التقدير دي حاجة وحشة؟ لا ما وحشاش ولا حاجة زين، بس انا كان نفسي في الجنيه الذهب. يعني انت لما صحيت الصبح كنت عارف انك جاي لخالتك المدرسة؟ كنت عارف ان المدرسة دي فيها حفلة تنكرية وجايزة الحفلة دي جنيه ذهب؟ لا. امال مالك بقى متضايق ليه؟ وبعدين انت مين اللي قالك انك كنت هتكسب؟ باه كل الناس اللي كانت هتشوفني كانت هتقول لي شكلك صعيدي صح، خلقتك زين، حديتك ما خبرش ايه، يعني كل العلامات كانت بتقول ان انا اللي هكسب الجنيه الذهب. علامات؟ اللي قال لي عليها الاستاذ حمدي الوزير. هو وزير ايه؟ وزير لما هتكبري هتعرفيه. اقول لك على حاجه، انا دلوقتي ما عنديش وقت اشرح، انا طلعت عبيط، هملت حالي ومحتالي وخالتي وقعدت اجري ورا الجنيه الذهب. السلام عليكم. استنى بس، انت تمشي وتسيبني هنا لوحدي؟ وانا كنت خلفتك ونسيتك. اقعد معايا بقى بليز عشان تشجعني وتساعدني اني اكسب. لو انت مش عايز تاخد شهاده التقدير انا عاوز اخد الجنيه الذهب، مش عشان انا بحب الذهب، عشان انا من اول ما عرفت ان في حاجه اسمها حفله تنكريه وانا عاوز احقق حاجه حلمت بيها. انا عايز اعمل كاركتر جديد مش شكل حد. قعدت ارسم في اللبس ده كل يوم وجمع فيه حته حته لحد ما طلع بالشكل ده. ارجوك تساعدني اني اكسب، انا بقالي كتير قوي بحلم اني اطلع الاولى. الله عليك يا لارا، للجلده دي؟ طبعا. انت عارف والت ديزني قال ايه؟ اللي عمل ميكي؟ ايوه كان بيقول والت ديزني ده اللي عمل بردك بطوط. صح، كان بيقول وعمل سوسو لولو توتو. عمل كل الشخصيات اللي في مجله ميكي. والجده بطه؟ عملها. ممكن اقول لك هو قال ايه؟ ما تتزرزريش عاد، قولي قال ايه؟ If you can dream it you can do it. ايه؟ يعني لو قدرت تحلم بحاجه يبقى اكيد تقدر تحققها. ايه صح. طب يمين بالله يا لارا لاجل الكلام الزين ده انا هجيب جارك لحد ما تطلعي الاولى. بجد؟ ميرسي قوي يا خالو. يا حبيبه خالو تعالي يا حبيبتي. ربنا يسعدك ويفرح قلبك. قال بمناسبه والت ديزني، مين اللي عمل ديزني لاند؟ كده هنبقى خلصنا فرز والنتيجة لصالح الطالب رقم 20 أدهم أكرم الششتاوي. يس هو ده. ولسه بابي جاي في الطريق. احنا جامدين قوي. لا متأسفة جدا جدا جدا. أحسن شخصية مناصفة بين رقم 20 أدهم أكرم الششتاوي ورقم 7 لارا محمود حسين. بس يعني ايه جو المسرح التجريبي ده يا مس ازيس؟ ايه مناصفة؟ حصل تعادل بينهم في الأصوات.
ولو حضرتك تحب تعد الورق بنفسك اتفضل. لا، ما انا هعدهم، بس السؤال دلوقتي الجنيه الذهب هيروح لمين؟ اللي هياخد الجايزه هو اللي هياخد اكبر تشجيع من الجمهور. اتفضل يا ادهم. اتفضلي يا لارا. الحقيقة لازم تعرفوا إن كان في منافسة قوية جدا لحد آخر ورقة لرقم 10 للأستاذ أكرم الششتاوي، واللي حصل على 42 صوت. وبين رقم 77 للأستاذ فزاع واللي حصل على 43 صوت. وبكده بنقول مبروك جدا للأستاذ فزاع لأحسن شخصية ولي أمر. طب يلا 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 يا لارا، في امان الله، ابوكي مستنظرك. ممكن اقول لك حاجه قبل ما امشي؟ امر جمالك. انا مبسوطه قوي ان انا كسبت وانت ساعدتني. الله يرضى عليكي، اي خدمه، ايه طايم. انا مبسوطه بشهادتي، وانت مش مبسوط بشهادتك؟ امانة الله يعني ما عموتش من الفرحه. طب ممكن اخدها منك؟ امال ايه؟ اتفضلي. اتفضل. ايه ده؟ انت اديتني الحاجه اللي مش فارقه معاك، وانا دلوقتي بديلك الحاجه اللي مش فارقه معاك. ما فرقش معاكي، جنيه ذهب. انا بابي بيجيب لي كل اللي انا عايزاه، هعمل بيه ايه ده الذهب؟ انت كبير، محدش هيجيب لك حاجه، خد ده واشتري بيه كل اللي انت عايزه. مقبوله منك قوي يا لارا. طب يمين بالله يمين بالله انت ربنا يكرمك اخر كرم ويفتحها عليك من وسع، عشان انت فضلتي متشعلقه في حلمك لحد ما حققتيه. انت جميله يا لارا، الله يرضى عليك. طب انت دلوقتي اديتيني الحاجه اللي ما فرقش معاكي، خدت مني الشهاده ليه؟ عشان افتكرك يا خال. يا حبيبتي ربنا يسعدك ويفرح قلبك. الخبر يا لارا، انا حبيتك قوي، لو اتجوزت وخلفت بنت هسميها لارا. لارا ولا ستاره؟ لارا ولا خياره؟ يلا يا حبيبتي يلا، بألف سلامة، يلا عشان ما يستعوكيش ابوكي. في امان الله. يا ما انت كريم يا رب، يا عالم بالحال. يقطع ايامك يا هتير. ايه اللي عملته ده يا ابو بطني انطخ فيها رصاصه؟ انتوا ازاي عملتوا الكحك زي العسل كده والسبته ازاي سايحه في العجينه بالشكل الكاملتي؟ وهو عشان طعمه زين تقوم تاكله كليته؟ صلم والله العظيم صلم. صلم كيف؟ ما انا قفشك متلبس مفسخ العلبه ومخربط الكحك كليته. ها والله صلم. حملتك امانه تقوم تعمل فيها كده؟ لا 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 ما تعصبنيش يا فساعبي، سيبوني يا فساعبي ما تعصبنيش. خذوا يا اخويا، ما انت قلبت كيانه، مين هياكله بعديك القرف ده؟ يلا مطرح ما يسري امري. هات التليفون يا هات التليفون. ما تاخذنيش يا فساعبي. كلت روخر ويا الكحك. انا قصدي على الكحك. فين؟ ايه ما ينطقش ليه؟ عملت فيه ايه؟ قعد يساولني رن يساولني رن، رحت قفلت عشان ما عطلنيش عن الكحك. ده انت كائن عجيب، اب نرمل منك لله. المهم طمني على الكيس. جايزة ايه بلا ليله؟ روح حرام عليك منك لله. والله العظيم صلم، والله العظيم صلم في السعبيه في السعبيه. خالة يارا يا بنت كريم يا رب، عين العقل اللي عملتيه ده يا خالة، انت فين دلوت؟ وادي الساقية فينك يا خالتي عاد؟ يا عم قوم الله يرضى عليك، ما انا ميتك في الشحن طول الليل عشان الحاجات العفشه دي، انا زهقت واتعبت. يا عمي يلا خلص افتح يا ابوي. تمارين 1% ليه؟ ما تقبلش الله يرضى عليك. ازاي؟ ايه؟ انا عمك
رضا. طيب زين خير. خالتك ام بياع هي فين الله يرضى عليك؟ هي راحت تسحب فلوس من البنك وجايه على طول وسابت لك التليفون ده عشان تكلمك عليه وتعرف انك وصلت. زين قوي الفكيره دي. انت تقف هنا لغايه اما تجيلك يا اما تخش تستناها جوه. طيب يلا روح. يا ابا الهول، ابا الهول، يا ابا الهول. انا يا بيه. لماذا كل هذا السكوت يا ابا الهول؟ لماذا هذا الصمت يا ابا الهول؟ عين كيف يا بيه؟ دي حجر صوان. لا حد يا اخواني الحق الراجل الله يرضى عليكم الرجل يموت. لماذا؟ اتفضل معايا لو سمحت. خير. عايزاك في كلمة. الله قول يا هنا الرجل هيموت عايزين نلحقوه. بقول لك اتفضل معايا تعالى. كنت عشطان قوي مش شكرين يا مسهبه. العفو. قلت لي بقى جاي لمين؟ خالتي ام بياع. عارفاها الست دي، اشتغلت عندنا شهر كده بس دي مشيت. ليه ما كلمتني دلوقتي وقالت لي انها جت على هنا؟ طب بص بقى، دلوقتي احنا عندنا مهرجان والمهرجان ده مهم قوي وانت بطريقتك دي هتبوظهولي، فمن فضلك لو سمحت سيبني انا اتصرف وانا اجيب لك خالتك دي لغايه عندك. لا تشوفيها يا ست الناس، انا من يدك دي ليدك دي، بس بلا مؤاخذه يعني المهرجان اللي عندكم ده مهرجان سيمه سكارلت يوهانسن هنا؟ لا ولا حريه فرغلي؟ لا ده مهرجان مونودراما. مونودراما كيف يعني؟ مونودراما يعني مسرحيه بممثل واحد. هيمثل لحاله كيف؟ التمثيل اكت اندري اكت، حد قلبه هيطنحر. بقول لك ايه، انت مش عايز خالتك؟ استهدى بالله بقى كده وما ترجعش عشان اعرف اجيبها لك. يا خاله هني ايه؟ اترزع هنا لحد اما اجيلك وما تفتحش بقك بكلمه. اعملي جنان. طيب يعني بصراحة يا جماعة انتوا غلبتوني برأيكم دوت، وأنا بقدس الديمقراطية. وأنا بقدس الحياة الزوجية. فكها بقى. محتاجين أي حاجة يا فندم؟ احنا يا أختي محتاجين كل حاجة، اخص عليكي يا هبة، منظمة حفلة إيه يا أختي اللي بيقولوا عليه؟ أنا آسفة جدا يا مدام فيفي، أنا كنت مشغولة في حاجة غريبة جدا بس صالح المهرجان والله. طب وإحنا ذنبنا إيه؟ أنا عايشة طول النهار على كوباية عصير قصب. معلش البوفيه هيبقى عند حضرتك حالا. يلا يا أختي أي سندوتش لحم. تأمريني. إن شاء الله يخليكي. ميرسي. لو سمحتي يا هبه، لو سمحتي خلي الممثلين يجهزوا بشكل اسرع، احنا بناخد وقت طويل قوي بين كل واحد والتاني. لا ازاي؟ حاضر حاضر يا استاذ خالد، حاضر يا مدام فكري. يلا عشان نروح يا أختي. حاضر. على مهلك. جميلة هبة. ركزي بقى هنا. حاضر. أنا أجمع المال من تجارة الأواني عاماً بعد عام لكي أحقق حلمي الوحيد، وهو حج بيت الله الحرام. ولطالما تمنيت تحقيق القيام بهذه الرحلة الروحانية الشاقة، ولكنني هنا في الأندلس وأرض الحجاز بعيد، وكلما شعرت أن حلمي بعيد ازددت إصراراً على تحقيقه. مين؟ ايه مين؟ ايه يا ست انت اللي متصله مين؟ جرايه يا جماعه، هم غيروا البروجرام ولا ايه؟ العرض اللي الدور عليه دلوقتي اسمه بنت بحري. يمكن ده الصعيدي اللي جاي ياخد بنت بحري بقى يستقطبها ويتزوجها. ما القصص دي انا حافظاها، اشتغلت فيها وانا صغننه كتير. لا يا جماعة، اللي مكتوب قدامي في الورق عرض بنت بحري من تمثيل صفاء حسن. طب وفرقة ايه؟ ما هو صفاء ده اسم يمشي راجل وست، زي صفاء وهناء، حب ومودة كده يعني. اختها يا ساره. ايه يا يما، انا ولدك فزاع. لا ما هو تليفوني قاطع شحن وده تليفونها وياي.
ما هي هملته وهملتني يما وما قدرش يعطر فيها واصل. فزاع يا بالله فزاع، يما انا تعبت قوي. راح فين الغبي تعبت ده؟ قوي يما. يخرب بيت الغباوه يا عم فزاع. نفسي اعرف ربنا ما عاوزنيش القاها ليه. جاهزه يا ايه صفوة؟ الحكمه من كده؟ ما اللي قبلها يخلص هكون بقت 100 100. يا بنتي ما اللي قبلك خلص ده دورك. خير ولا ايه هغشك، بس؟ ما هو على المسرح خير قدامك خير. اهو. ما هو لو كان خير كنت التقيته من اول ما جيت وكان زماني دلوقتي شاري البيت المهجور. يا نهار اسود. البيت المهجور انباع ليه؟ كيف؟ متى؟ ما وقفتهمش ليه يا ام عاد؟ لا اله الا الله. انباع يعني. لا اله الا الله. ليه بس كده كتير؟ حرام اللي يحصل لي ده. كل اللي عملته ده خلاص فشوش. استهدى بس كيف يا اما استهدى كيف؟ ما تقول انباع. يعني انا كنت قريب من بير الميه طول الوقت ودلوقتي هموت عشقان. اقفل انت دلوقتي عاد، اقفل دلوقتي. لا انا معاود. دعواتك بس انت ربنا يصبرني ويعوض علي. يا سلام فمن الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ليه بس البيت المهجور ينباع؟ يعني خلاص كده الكنز المدفون فيه راح. حرام كده. طب والحلم اللي عم بحلمه ليلاتي دي كان ايه؟ على عاوده كده راح الكنز وما فيهش حلم. بس الحق علي انا اللي غلطان. انا اللي جحش اني صدقت الحلم ورمحت وراه واشعلقت فيه. نبني ايه مني الحلم ده؟ تقول لي نبني مني دي؟ رحت مطارح عمري ما رحتها وشفت خلقه عمري ما شفتها. سمعت حديث عمري ما كنت اسمع ولا عاوز اسمعه. حلمي ايه؟ كل حاجة راحت، حتى علبة الكحك اتاكلت كلها، ما دقتش منيها كحكاية. لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. لا إله إلا الله. حلو قوي اللي انت عملته ده، انا صدقتك يا راجل. هخش انا يا هبه. اتفضلي يا صفاء. انا لولا ان انا عارفه انك راجل غلبان وعلى نياتك انا كنت خليت الامن يرموك بره ويسلموك للبوليس. انا قلت لك ما تتنقلش من هنا، يعني ما تتنقلش من هنا. وبين حلم ايه ده اللي مخليك تسيب بلدك وتيجي تدور على خالتك اللي ملهاش وجود دي اصلا؟ عندك حق يا ست الناس، هي صح ملهاش وجود. يا عم فزاع، مش كل حلم نحلمه نصدقه ونمشي وراه. في حاجه اسمها اضغاث احلام، يعني تخاريف. يعني انا مثلا جدتي سعديه وما زرتهاش غير مره واحده في حياتي وانا صغيره، ومن ساعتها وانا بحلم نفس الحلم، اني رايحه ازورها وما بلحقش اجيب لها حاجه حلوه. وانا في السكه بلاقي محل منور اسمه كنز الحلويات، صاحبه كل ما يشوفني يخضني ويقعد يضحك وبيديني علبه كحك بسكر. افتحها الاقي الكحك ده محشي دهب. تفتكر بقى ده معناه ان انا اسيب شغلي واروح اعيش عند جدتي عشان ادور على المحل اللي بيبيع كحك بدهب؟ ده انا يعني ابقى يخرب بيت الغباوه. يا ترد على الزفت ده هتقفله. طيب يعني يرضي ربنا اللي امك عملته فيا دي يا بياع؟ حرام عليها. ربنا يعلم انا كنت مزنوق في الفلوس دي قد ايه. ربنا يعلم يا ولد خالتي كانت محتاجهم قد ايه. طب كانت جالت من الاول بدل ما ضخيت المشوار ده واتشحطت ورا منيها شحطه يعلم بيها ربنا. ما تديكش يا فزاع وما تصغرش دماغك. هي ما كانتش تعرف ان الفيزا هتطلع النهارده يا نور. فيزة ايه؟ فيزا ايطاليا يا ولد خالتي. ايه الشنجن مولتم بيه. ايوه والله حاجه تخض يا فزاع. اصل امي قدمت عليه بقالها 6 شهور وحجزت الطياره على تاريخ النهارده، بس الفيزا لما اتاخرت قلنا هنأجلوا السفر، بس من حظها الحلو ان هي جت في نفس اليوم.
ده من حظ اللي مشندل. هو انت بتتكلم كلام حلاليه فيه؟ دخلتك على قد ما هي فرحانه ان هي هتشوفني، على قد ما وشها في الارض منك ومن خالتي ساره. وعشان كده خليتني اكلمك وافهمك ان التليفون ده هديه بسيطه ليش انها تجبر بخاطرك وما تزعلش منيها. الحديد ده صح؟ تسوى كام العده دي؟ والله انت وشطارتك بقى واد خالتي، بس على العموم هي مش اقل من باكو. نقول مبروك عليك. الله يبارك فيك. وانت عامل ايه في ايطاليا دلوقتي؟ ما عدتش تحدتني على الاسكايب ليه؟ والله مشغول قافيز ومشغل بقى. ايه لساك في فلورنسا؟ لا 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 هملتها ورحت فينيسيا. وعدنا يا رب. بس اهم حاجه انك ما تزعلش، واول ما امي ما توصل بالسلامه اخليها تكلم امك وتفهمها الحديث الصح. اتشوي يا فزاع. في امان الله يا بياع. ها يا فندم هنعلن النتيجة؟ اديني بس اسم الولد اللي عمل شخصية الصعيدي الهايل ده علشان مش باين عندي هنا. أنهي واحد ده؟ الواد اللي قطع قلبنا في التليفون. اللي كان بيكلم مامته؟ ايوه يا حبيبتي. فزاع. ده بره التقييم أساسا. تقييم ايه ونيلة ايه؟ ده الواد خلاني عيطت عياط لما شهقت، وانا في حياتي ما بشهق غير للملوخيه. ده مش ممثل أصلا. مش ممثل، مش ممثل، علشان كده طبيعي حسيته قفشني. هو ده المهرجان ده معمول لأمثاله، معمول للهواة. يا أستاذ خالد أنا قصدي إنه صعيدي بجد وكان بيكلم أمه بجد وعنده مشكلة بجد، وبعدين ده لا سجل اسمه قبل ما نقفل باب التقديم ولا دفع قيمة الاشتراك. أنا آسفة والله، أنا عارفة إنها غلطتي، أنا اللي قعدته في الكواليس ودخل من ورايا. دخل من وراكي؟ يا حنين على الوسط يا أستك. ليه يا أختي دخل من وراكي؟ فر خلاص بقى كفاية، مفيش مشكلة. خسارة، الولد ده فعلا كان هايل. أنا من زمان محدش قفشني القفشة دي. لا مفيش الكلام ده. افندم مين حضرتك؟ لا بقول لك ايه، اوعي تقولي مع ده بالذات، ده ضيع مستقبل نبيل عبيد وليلى علوي ويسرى والهام شاهين، ده حتى الفنانه المرحومه تحيه كاريوكا ما رحمهاش. انا اسفه جدا يا فندم، غصب عني، الدنيا ضلمه ونضارتي مشبره مش شايفه. انا اسف يا جماعه، اسف اللي قطعت عليكم شغلكم. انا كنت بتفرج على العروض وبالصدفه سمعت مناقشتكم. انا اسف جدا. لا ابدا مفيش اي حاجه، انت براحتك براحتك، بس حضرتك تقول اللي انت عايزه. انت منورنا والله العظيم. اما بقى بخصوص اللي اسمه فزاع ده، حرام حرام جدا انه ما ياخدش مركز، ولا ايه؟ انا اقسم بالله العظيم كنت لسه بقول كده دلوقتي. وانا والنعمه. انا سمعت الانسه بتقول انه صعيدي فعلا وما اعرفش ايه. لا مؤاخذه، انتوا يهمكم الوير ولا الاندر وير؟ افندم حضرتك لما تشوفيني يهمك الوير ولا الاندر وير؟ الوير طبعا يا استاذ حمدي، الوير. يعني يهمك الظاهر مش الباطن. فزاع لما كنتوا عارفين انه ممثل كنتوا هتديله جايزه، ولما عرفتوا انه مش ممثل تستبعدوه. ينفع كده؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا يا فندم. لو سمحت يا فندم ما تأثرش على قرار اللجنة، وبعدين ده ما قدمش من بدري وما دفعش قيمة الاشتراك كمان. الاشتراك كام يعني؟ 100 جنيه. لا لا لا، الموضوع مش موضوع فلوس. يبقى متفقين. لو على التقديم هو قدم لانه عرض على المسرح وخلاص. لو على الفلوس انتوا بتقولوا مفيش مشكله، يبقى ايه هي بقى المشكله؟ مفيش مشكله يا فندم، احنا اتناقشنا ووصلنا الى اعتبار فزاع فائز بالمركز الثالث والقرار بالاغلبيه. انا يا دكتوره بموت في الاغلبيه. اتفضلي يا هبه اعلني النتيجه. حاضر يا دكتور، بس العرض بتاع فزاع ملوش اسم. اسمه القنبل لا. نعم. القنبل لا. جرى ايه يا هبه؟ ما تحبكيهاش قوي بقى على الاسم. الله، طب ده حتى القنبله طلع حلوه قوي. طلع تجاري. وفاز بالمركز الثاني عرض بنت بحري لصفاء حسن.
بالمركز الثالث. المركز الثالث فزاع عن أدائه المتميز في عرض الأنجل. لا وشيك ب1000 جنيه. اللي يرضى عليك يا اسطى لما تطلع الهاي واي ابقى نزلني اعمل بيبيه. حاضر يا عم، دي 10 مرة تقول لي. انزل يا بلدينا اعمل زي الناس وخلصنا. طيب دقيقة. ربنا كريم ويحب عبده اللي يسعى لتحقيق حلم. قابلك علامات تدلك على الطريق الصح. اي دور مهم، المهم انك تلاقي الكنز اللي جوه نفسك الاول. هتلاقيه بيعمل دور مهم جدا في الحياه. نصبر If you can Jimmy. عشان نوصل. افتح العلبة، الحظ يجي يطرق على بيبك عشان يساعدك. الاقي كحكة محشي ده. واحد مننا لما بيعمل حاجه ليها قيمه you can do it بيحس ان عليه قيمه. إله اللي قدامك ما يفوتك ولا اللي وراك يحصلك. خلاص يا بلدينا، مش ارتحت خلاص؟ ايه يا عم ارتحت قوي قوي. طب انجز عشان نلحق نوصل. خلاص يا عم انا وصلت. عايز احسن فطور عندك، يا اما هفرغ لك دفنه فخه. خلص عليه، انا مش طايقاه. اديله اللي هو عايزه. الزباين هتطفش، محدش هيجي لنا تاني. طيب خلاص، عاوز فطور ايه؟ فطوري عايز باتيه بصوص الشلولو وقهوه بريسو. معلش يا ولدي اخر نوبه. يما حرام عليك، ما تبطليش مقالب واصل. انا دورت على البروفايل بتاع الاستاذ حمدي على الفيسبوك وبعت له رساله عشان اشكره فيه انه وقف جنبك. قال لي انه لازم يجي عشان يقابلك ويسلم عليك ويبارك لك. انا قلت لازم اعمل له الخشه اللي تليق بيه. بصراحه فزاع الفكره عجبتنا قوي، وفي ادوار كده ما نقدرش نرفضها. كده برضك يما، معلش اصلا غاوية اخراج. نورت الدنيا يا حمدي بيه. مبروك يا فزاع على المحل والحاجات الجميله اللي انا شايفها دي. الله يرضى عليك. شكلك كده لقيت الكنز اللي كنت بتدور عليه.
لا والله يمين بالله ما لقيته، بس ايه يعني تقدر تقول جنابك حاجه كيف كده، نحمد ربنا. بس برافو عليك يا فزاع، فضلت وراه لحد ما لقيته، مع ان ما حدش بيلاقي كنوز الايام دي. ليه يعني؟ الناس يا فزاع ما بقتش تصدق ان في كنوز. احنا مش هنفطر بقى ولا ايه؟ انا جوعت يا فزاع.